بدل ما تبص بره جمل مراتك، لان اللي انت بتشوفه بره ده معظمه صناعي، لكن مراتك دي ام عيالك، عشرة عمرك، قاعده معاك بقالها سنين، استحملتك، مش هتاخدها لحم وترميها عظم. والنهارده طب التجميل وجراحه التجميل خلت تعمل من اي حد شبه فنانات السينما، ايا كان هي جسمها شكله ايه او عمرها قد ايه او مشاكل الثديين او مشاكل الوسط او مشاكل البطن او مشاكل الخصر شكلها ايه. فلو سمحت بقول للراجل ما تبصش بره. هنيجي نتكلم عن اول حاجه من الحاجات اللي بتلفت نظر بعض الرجاله، عشان مش كلهم يزعلوا مني، لا في ناس كويسين قوي ما بتلفتش نظرهم اي حاجه. بعض الرجاله وتبص بره اللي هو مشاكل الثديين. مشاكل الثديين عند الست او البنت حتى لو كانت لسه ما اتجوزتش اللي هو 3 مشاكل: حجمه صغير، حجمه كبير، ساقط، مترهل يعني. حجمه صغير، حجمه كبير، مترهل. هنتكلم النهارده عن حجمه صغير ومترهل، خلي حجمه كبير لحلقه لايف مره تانية. حجمه صغير ومترهل بنعالجه ازاي؟ بنعالجه بحاجه اسمها سيليكون امبلانت. اهو انا قربته لكم اهو من الصوره كويس قوي علشان نقدر نقول انه السيليكون امبلانت ده لما بنحطه تحت الثديين، اديني قدامي الترابيزه الصغيره اللي انتوا شايفينها دي، هنتكلم هنا اهو في حجم الثديين دول، ادي دول حجم الثديين، نجيبهم كده ناحيتكم عشان يبقوا شبه الطبيعي شويه، كأن ده الثدي الطبيعي اهو، واضحين جدا. هنيجي نقول ان ده السيليكون امبلانت اللي احنا هنستخدمه. طبعا قبل ما نستخدمه لازم اوريكم اختبارات عليه اهو. انا هدوس عليه بكل ايدي ما بيفرقعش، عشان في ناس تقول لك ايه اصل مع الوقت لو اتخبطت لو ركبت طياره هيفرقع، اصل لو وانا بسوق العربيه او صدري خبط في الدريكسيون هيفرقع. لا، كل دي معمول لها اختبارات سابقه اهو اهو، ما بيفرقعش اهو، ما جرالوش اي حاجه، زي ما هو اهو، زي ما هو اهو، حصلوش اي حاجه. وطبعا مش بايدي بس، لا احنا كمان في بعض الفيديوهات هنشوفها دلوقتي، في واحده من السيدات خليناها تختبره انها تدوس عليه بكعب رجليها بكعب الصندل عشان نطمن ان هو بيستحمل قد ايه وزن وقد ايه ضغط عليه. طيب احنا بنعمل ايه في موضوع الاختبارات بتاعه الثديين؟ بنعمل ايه؟ الاول بنعمل حاجه اسمها تيست للسايز. تيست للسايز بنجيب آلة زي دي كده اهو، كده معدوله يا سعاده الباشا، دي بنقيس بيها اهي الآلة اهي، بنقيس بيها السايز بتاع ده الثدي الطبيعي. هنفترض ان ده الثدي الطبيعي بتاع المرأة اللي موجود اللي جايه بيه. سيب ده دلوقتي، خلينا في الثدي المرأة اللي جايه بيه. بنقيس الويدز او القاعدة البيز، وبنقيس مستوى الترهل هنا في المنطقة ديت، وبنقيس الارتفاع علشان، وبنقيس المسافة اللي بين الاتنين علشان اختار سايز مناسب. هل نفترض ان انا بعد كل القياسات دي لقيت في سايز معين مناسب للمريضة اللي قدامي، فبقترح عليها انها تاخد السايزر ده تحطه جوه البرا وتقف قدام المراية وتبص وتشوف، تقارن بين بعد ما احط السيليكون الجديد او الحشوة الجديدة وقبل. لقيت الفرق شكله ايه؟ هنقول الفرق كأنه الفرق اهو، ده بعد العملية وده قبل العملية، يبقى الفرق يستحق ولا لا؟ طيب لقيت الفرق انا عايز اكبر من كده، بجيب سيليكون اكبر واحطه تحت ده مقاس اكبر، يبقى بحطه كده، يبقى انا كبرت السيليكون اللي ايه اللي تحت، ده قبل وده بعد، يبقى انا بدي انطباع لاني انا عملت عملية تكبير للثديين، ومش كده وبس، تكبير ورفع للثديين، لان الثديين في المرأة المتزوجة
اللي عملت نوع من انواع الرضاعات المتكرره بيحصل لها في بعضهم بيحصل لهم بوست ريدكشن بوست لاكتيشن اتروفي. بوست لاكتيشن اتروفي ده بيجي نتيجه تكرار الرضاعات، بيخلي الهرمون بتاع اللبن يخلي الغدد اللبنيه اللي عند السيده تكبر اثناء الرضاعه، ولما الرضاعه تخلص تفش خالص، تبقى اصغر من الطبيعي اللي اول ما اتجوزت. يبقى رضاعتين ثلاثه تخلي حجم الثدي يفش ويقع لتحت، يعني يترهل ويصغر. علاجه ايه؟ علاجه ان احنا بنحط هذا السيليكون في المكان اللي قلنا عليه. طب بنفتح فين؟ في طبعا اكتر من طريقه للفتح. في بنفتح هنا فتحه صغيره كده في المنطقه ديت بالظبط، ونرفع كده ونخش بآلة فيها ضوء زي اللايت سورس يعني عشان نشوف جوه، ونسلك جوه، وبعدين نحط الحشوه بتاعتنا تدينا الشكل ده. لما تدينا الشكل ده طبعا مش بنحط واحد ونسيب التاني، لا بنحط الاثنين. انا بس بديكم كومباريزون، مقارنه بين قبل العمليه وبعد العمليه. لما بيدينا الشكل ده والحجم ده، الملمس اهو. طبعا لما بييجوا يشرفوني السيدات والبنات في العياده بخليهم يمسكوا حاجات زي كده تقع على المكتب بتاعي، يقعدوا يمسكوه ويفعصوا فيه كده اهو، ويدوسوا عليه كده اهو علشان يشوفوا الملمس، ويشوفوا السطح بتاعه، ويشوفوا جيلي لايك. جيلي لايك يعني شبه الثدي الطبيعي. الشركات الدوليه والعالميه عامله السيليكون حشوه دي شبه الطبيعي بالتقريب، مش عايز اقول بالظبط لان ما حدش عارف يعمل زي ربنا لو قعدنا مليون سنه، لكن بقول انه نفس الملمس ونفس الكونسيستنسي بتاع الثدي الطبيعي. عشان كده احنا بنقول اني انا بسميها دراماتيك ريسبونس. يعني ايه؟ يعني تغير دراماتيكي. دراماتيكي يعني تغير سينمائي. يعني الست تخش من ناحيه بالحجم ده، تطلع من الناحيه الثانيه بالحجم ده، يبقى هي دخلت شبه فلات، طلعت انثى كامله الانوثه تشبه نجمات السينما. مش عايز اقول اسماء لحسن حد يزعل من النجمات والفنانات المصريات، عايز اقول زي انجلينا جولي والجماعه الايه اللي انتم بتشوفوهم بالاجانب دول ما يزعلوش، لكن المصريات ما اقدرش اقول عشان ما تقولش انت قلت عليا ان انا عامله بريست اوجمنتيشن او تكبير، ويبقى انت كده ايه يعني وجهت لي احراج. يبقى احنا بنقول معظم فنانات السينما والوجوه الاعلاميه زي المذيعات وخلافه بيبقوا عاملين حاجه اسمها تكبير ثديين باستخدام حشوات السيليكون. يا سيدي الرجل، قبل ما تبص بره بص جوه، لو سمحت ما تبصش بره، لان اللي بره ده عامله تكبير ثديين باستخدام حشوات السيليكون. طب ما بدل ما تبص بره وتخرب البيت والست تزعل منك وتغضب وتطلب الطلاق وتقول لك انت بتعرف عليا بنات، او طب ما تصلح المشكله اللي عندك دي، مشكله سهله على الاقل اقل من مصاريف بره. يبقى انت تصلح المشكله ازاي؟ لو هي عندها عدم ثقه في نفسها نتيجه حجم الثديين، نتيجه الرضاعه بتاعه ولادك، عشان ما تقولش ما هي اللي هملت في نفسها، لا ده مش اهمال، ده مش غصب، ده مش بمزاج، ده غصب عنها. يبقى هي بدل ما تبص انت تبص بره وتشوف حاجه صناعي، لا تعالى انت نصلح الطبيعي اللي عندك في البيت ونعمل لها تكبير ثديين باستخدام حشوات السيليكون. العمليه دي هدفها ايه؟ العمليه دي هدفها ان احنا قبل العمليه بنقيس الاتي. انا جايب لكم شويه حاجات من اللي بنقيس بيها. شفنا طبعا ده بنقيس بيه، ده بيقيس بالملي، خدوا بالكم يا جماعه، يعني لما احركه كده بيقيس بالملي وجزء من الملي، يعني 1/100. اهي الصوره اهي تاني كده، 1/100 من الملي. ده بيقيس الزوايا الاستداره، ده بيقيس السيليكون من بره اهو، بيقيس كده عشان كيرف، طبعا ده فيه اكتر من شكل واكتر من مقاس، بيقيس السيليكون من بره. ده بيقيس لو حجم الثدي اكبر من الحجم الداخلي، ده بيقيس من بره من هنا اهو كده. بيقيس التانية بتاعتنا اثناء العمليات، بيبقى عندنا حاجات معقمه، بيقيس الدوران ده وبيقيس ده اللي هو الارتفاع ده. هو طبعا بيجي مكتوب على الباكج بتاعه او التغليف بتاعه المقاسات بتاعته، دايمتر طول وعرض وسمك وكل حاجه.
واحيانا بيجي السايز بتاعه جاهز على الست. ده طبعا متر قماش عشان بنشوف المسافه من عظمه القص اللي هنا، سوري، عظمه الكلافيكل اللي هنا دي لغايه الحلمه. المسافه دي تهمنا جدا في رفع وشد الثديين. بنقيس من هنا لغايه هنا ونشوف عدد معين من السنتيمترات، 19 سم 20 سم، علشان نظبط ارتفاع الحلمه واتجاهها. ده طبعا مؤشر مش بيقيس حاجه عشان اشاور. يبقى احنا بنقول ان احنا النهارده بنتكلم في تكبير الثديين. هنستفيد ايه؟ شايفين طبعا صوره البرتقانه الصغيره او البرتقانه الكبيره. احنا بنتكلم هنا شكل تعبيري. احنا قصدنا هنا ان بدل ما تحسي بعدم ثقه بالنفس وانتي قدام المرايه، او انتي قدام جوزك، او انت بدل ما تحس ان زوجتك حصل لها عيب نتيجه تكرار رضاعه، او قبل ما تتجوزي وانتي انسه بالدرجه المطلوبه عند سن 18 سنه، احنا هنقدر نعالج المشكله دي باستخدام حشوات. في اسئله مهمه جدا السؤال الاول، خدي بالك يا سيدتي ويا بنتي اللي عندك 18 سنه، هي عمليه بتوضح ازاي السيليكون بيدخل بفتحه صغيره 3 4 سم وهنا في مساعد رافع، وانا بدخل الجل باستخدام قمع معين بنحط فيه هذا الجل، نضغط يقوم ايه، هو ميزه حلوه قوي ان هو بيضغط فيدخل عامل زي الفار اللي بيخش من خرم رفيع كده عندك في الشباك المطبخ او بتاع، تبص تلاقيه دخل ازاي من المكان ده. هو بيعرف يدخل باستخدام التقنيات الحديثه. القمع ده في منتهى الاهميه في طريقه تدخين الجل من ارفع خرم، او الناحيه الثانيه شايفين الناحيه الثانيه الثقبه ما تجيش 3 سم. وطبعا ده لايف، او شايفين الناحيه اليمين، الفرق بين الناحيه اليمين والناحيه الشمال واضح جدا زي ما انا شرحتها لكم في الرسم التعبيري او الشكل التعبيري. اهو لايف اهو قدامكم، العمليه قدام عينيكم، دراماتيك ريسبونس، تغيير سينمائي. تدخل الست 40 دقيقه تخرج واحده ثانيه. مش محتاج تبص على فنانات ولا ممثلات ولا راقصات ولا حد في الشارع ولا حد في الشغل ولا واحده لابسه بوش اب. خد بالك، انا بحذرك وباكد عليك لو سمحت ما تبصش بره. انا بكلم الراجل والست. خلي ثقه في نفسك عاليه، ما يهمكيش نعمل حشوه السيليكون، كل ثقتك ترجع لك، وكل المشاكل النفسيه والاجتماعيه والطبيه تتصلح بحشوه سيليكون واحده. السؤال الاشهر في التاريخ، بيعمل سرطان يا دكتور ولا لا؟ السؤال ده بيجي لنا دايما على الصفحه. عمر ما فيه السيليكون ده بقاله حوالي من 48 ل 50 سنه بيستخدم، ويمكن اكتر شويه، بس انا بتكلم على تاريخ الشركات اللي صنعت السيليكون. مفيش ولا شركه في العالم قالت ان السيليكون ده ممكن بيعمل سرطان. طب سيبنا من الشركه بتدافع عن نفسها. مفيش ولا هيئه طبيه في العالم طلعت منشور او موثوق علمي يعني بيبر، يعني ورقه علميه مؤكده ومؤيده من جامعه معينه او من مستشفى مشهوره في انجلترا او في امريكا او فرنسا، اللي هم يعتبر اعظم دول في العالم في طب التجميل. يمكن انا لما سافرت هناك كنت بروح المراكز الكبيره دي واسالهم تاني، ربما يكون عندهم منشور مخبيينه هنا ولا هنا وما اتنشرش على الانترنت او ما اتنشرش في الدوريات العلميه، ولكن ده مستحيل، لان هو الدكتور عشان يتعمل له عدد معين من البيبرز لازم ينشره في مجلات ودوريات علميه بتجي لنا كل اسبوع او كل شهر منها نسخ على الويب سايت او على الانترنت. واحنا عندنا حاجه اسمها مراكز ابحاث افروديت. مراكز ابحاث افروديت دي يعني برانش جوه المراكز بتاعتي انا. لما انشات مراكز افروديت عملتها مخصوص عشان ابقى ابديت، يعني متواكب مع اي حاجه حديثه في العالم تطلع. مفيش ولا بحث عالمي ولا مصري ولا من الشركات ولا من المراكز الطبيه المتخصصه اللي هي البريست سنترز. في مراكز بره بيعملوا حاجه اسمها بريست سنترز. بريست سنترز يعني تلاقي المركز الطبي ده في انجلترا في العنوان الفلاني يديره الدكتور جون مثلا، جون ميشيل مثلا، يديره مجموعه من اساتذه الطب في انجلترا. المركز ده متخصص
في علاج الثديين ومشاكله، يبقى اسمه بريست سنتر. مراكز تانية اسمها بوست ويت لوس كلينكس، يعني عيادات ما بعد فقدان الوزن. دايما الناس اللي عملوا تكميم او تحويل مسار او خسوا 30 40 كيلو يحصل لهم ترهلات في الثديين او سقوط في الثديين فضيوا، الدراعين بدأ يحصل لهم شكل دراع الخفاش، الوسط ده سقط وعمل ترهلات. ففي مراكز بره في هذه المناطق بتعمل تخصص. انا لما بسافر بروح هذه المراكز واطلع على كل جديد بعناية، بخش العمليات وبشارك معاهم وبشتغل معاهم، زائد مراكز ابحاث افروديت بتشترك عندهم على الدوريات العلميه، بحيث اي دوريه علميه تطلع عندهم يجي لنا نسخه منها في مراكز ابحاث افروديت. اللي بعده احنا في تواصل بيننا وبينهم شهري عن ايه الحالات اللي عندكم، حاجه اسمها كيس ريبورتنج، يعني انت عملت حاله سجلتها طلعت فيها نتائج كويسه، بتدينا النتائج بتاعتك، تدينا افضل الوسائل العلميه او افضل التقنيات الحديثه اللي لهذه العمليه ابديت. يعني كل ما يحصل تطور في العمليه بيجي لنا احنا هذا التطور، سواء مؤتمر او كونفرنس او ويبينار. ويبينار ده حاجه بنشترك فيها احنا الدكاتره علشان نشوف العمليات لايف لو ما قدرناش نسافر زي اليومين دول عشان الطيران لسه ما كانش موجود. احنا بنتكلم عن تكبير الثديين، دراماتيك ريسبونس، تحول سينمائي، عشان تبقي زي انجلينا جولي او تبقي زي فنانات السينما او تبقي زي، مش عايز اقول اسماء راقصات مصريات او راقصات اجانب بيشتغلوا في مصر، مش عايز المح عشان ما حدش يقول لي قلت اسم فلانه ليه. عشان تبقى زيها احنا ببساطه جدا العمليه 40 دقيقه بنخلص. تخش من باب اسمها مثلا سميه، اسمها سهام، تطلع من الباب الثاني اسمها شبه صفيناز كده. يبقى احنا بنقول احنا بنتكلم عن تغير سينمائي لحظي. لحظي ايه؟ 40 دقيقه. طب النتيجه بنشوفها امتى يا دكتور؟ مجرد ما تخرج من اوضه العمليات بتشوف النتيجه. انت مش مستنى لما يحصل شفاء والجرح يخف، لا، اهو النتيجه فوريه اهي قدامنا في الفيديو اللي واضح في اللي شغال معايا في الخلفيه. يبقى طبعا السايز، عشان في ناس كتير بتسال السؤال ده، انا جاوبت على سؤال السرطان. مفيش ولا دوريه علميه ولا مركز في العالم كله ولا دكتور ولا جامعه ولا شركه قالت انه بيعمل اي نوع من انواع السرطان. نطمن من الناحيه دي. السؤال الثاني، بيفرق لو ركبت طياره؟ لا، انا ناس كتير جدا جدا جات لي من الامارات ومن الكويت ومن البحرين ومن السعوديه بيعملوا عمليه وسافروا تاني يوم حتى ما لحقتش خفت لسه. بيعملوا اهو بالونتين، بدل ما تحطي بالونتين في البرا تعالي احنا نحل لك المشكله ونحط كوهيزيف جيل اللي هو ده جوه الثدي وتبقى المشكله اتحلت بيرمننت على طول. سافروا في نفس اليوم او تاني يوم لدوله من اللي هم كانوا جايين منها، سواء الامارات او السعوديه، وفي ناس جات لي من استراليا وفي ناس جات لي من امريكا، علشان فرق سعر التكلفه بين مصر وبين امريكا فظيع طبعا. هناك مثلا يعادل كذا الف دولار، هنا كذا الف جنيه مصري، ان هم هي فبيطلعوا في الاخر الفرق 16 ضعف. يعني في امريكا 16 ضعف في مصر، الرقم كبير طبعا. فاحنا بنتكلم عن انه ما بيفرقعش. اضغطي عليه زي ما انت عاوزه وانت قاعده معايا في العياده. الفيديو بتاع الكعبين يعني يا ريت لو تقدر تجيبه لنا، الكعب اللي بيدوس دوت، مش مشكله لو دخلتوا على الصفحه هتلاقوا فيديو واحده سيده لابسه كعب صندل وبتدوس على السيليكون بكعب رجليها كده وما يفرقعش. لو دخلتوا على الانستجرام هتلاقوه، لو دخلتوا على اليوتيوب هتلاقوه. نتكلم عن الجزء الثاني من لو سمحت يا سيد الرجل ما تبصش بره. بدل ما تبص بره على واحده وسطها رفيع، طب ما احنا عندنا الحل ان احنا ممكن نخلي المدام بتاعتك وسطها شبه الوسط ده. يعني شبه الوسط ده ازاي؟ ان احنا بنعمل نوع من انواع نحت الخصر رباعي الابعاد. ايه الجمله الجديده دي؟ ايه الجمله الجديده؟ نحت الخصر رباعي الابعاد احنا متميزين فيه الحمد لله، نشكر ربنا، ده بفضل ونعمه من عند ربنا. نحت الخصر رباعي الابعاد، في خصر بالمقاس ده وفي خصر بالمقاس ده وفي من دي 3 4 مقاسات تانيين، علشان كل امرأة ليها مقاس غير التاني.
كل واحده من دول ليها مقاسين، مقاس داخلي ومقاس خارجي. احنا بنعمل ايه؟ بنقيس الوسط كده. الوسط بالعربي بالانجليش اسمه ويست. ويست اللي هي المنطقه اللي في النص بالظبط، اللي انا بحط فيها ايدي في وسطي زي ما بيقولوا، اللي هي فوق الحزام مباشره. النحته دي شايفين الفيديو ده اهو، شايفين حرف الكيرف اللي ناحيه اخر الصوره في الناحيه اليمين بالنسبه لي. طبعا اللون الاحمر دي الوان عشان ما حدش يقول ده دم، لا ده مش دم. الاحمر اللي في الصوره اللي انا لابس فيها جوانتي دي الوان اللي قبل العمليه. بعد العمليه لما بنيجي نمسحها ما بتتمسحش كلها، بيفضل في بواقي منها، بنجيب كحول كده وننضفها. بس احنا هنا الالوان دي الوان حمراء، احنا بنرسم احمر واخضر وازرق، وهتشوفوني في رسومات اخرى. دي الوان وحتى شايفين انها ملطشه كده. الوسط هنا مش الوسط بس بقى، احنا بنعمل رباعي الابعاد من هنا، والخط اللي في النص الجريك لاين، وحوالين السره، والمنطقه اللي تحت حرف الفي. حرف الفي اللي هم شايفين الخط اللي فوق الحوض ده بالميل جاي من الجنب ونازل على الحوض. دي عضله اسمها العضله المائله، اوبليك لاينز او اوبليك فايبرز، بتمشي بميل معين. في هنا بالظبط هنا في المنطقه دي عضله ثلاثيه كده منشوريه، لما تلاقي البنات بتلعب رياضه تلاقي فيه زي ما يكون 3 صوابع داخلين لجوه، زي ما يكون حد حط صوابعه وضغط في العجين فانخفس لجوه. طبعا شايفين المنطقه اللي تحت البطن هنا على طول، اللي تحت المعده على طول، انتوا بتسموها المعده لكن هي مش معده. المنطقه دي فيها نوع من انواع النحت للداخل، البطن تكون مقوسه للداخل. فاحنا بنعمل عود البطل زي ما شايفين الموديل اللي متصوره دي. عود البطل ملفوف. ملفوف ده يعني ايه؟ يعني رباعي الابعاد، لان كلمه رباعي الابعاد هنا مش كلمه وخلاص، لا كلمه رباعي الابعاد رباعي الابعاد يعني انا خدت من الجنب ده ومن الجنب ده، والزوايا دي كلها، الزوايا دي بتتعمل بحاجه كيرف زي كده، ولازم ندي بنج موضعي واحنا بنعمل رباعي الابعاد عشان نعرف نعمل رباعي الابعاد. ليه بنج موضعي؟ لان احنا 3 ابعاد عندنا اللي هم كاننا بنعمل تمثال حجري، او تمثال بالصلصال، او تمثال زي التماثيل الفرعونيه القديمه بتاعتنا، بتاعت نفرتيتي وبتاعت كليوباترا. لكن زائد التمثال انا هنا عندي بني ادم. البني ادم ده مش كل الوقت هيبقى واقف كده، لا في اوقات تانية هيبقى بيتحرك كده، او بتتحرك كده، او بتلعب رياضه كده، او بتوطي على الارض تجيب حاجه من الارض. يبقى ده اسمه البعد الحركي. يبقى بنرسم العضله في كل تحركاتها. يعني عضله البنش عند الراجل لما بنيجي نرسمها بنتني الدراع كده ونرسم عضله البنش. الدراع ده فيه 3 عضلات رئيسيه، اللي هي عضله الكتف والعضله الباي وعضله التراي، ليهم رسمات معينه. او شايفين الوسط هنا شيء واضح جدا ان احنا نحتنا. شايفين الخرمين اللي ملزوق عليهم بلاستر ابيض ده مكان دخول الفيزر والجيب لازم. انا ما قلت لكمش الفيزر والجيب لازمه لان دي حاجه معروفه خلاص، دي بقت يعني تراديشنال. انتوا عارفين احنا بنشتغل بايه؟ بالفيزر والجيب لازمه. لما بتنزل تقنيه جديده بنجيبها معانا وبنشتغل بيها. بس هي الفن مش في الجهاز، الفن في الايد اللي بتشتغل. انا اسف مش بتكلم على نفسي، انا بتكلم بشكل عام، لكن طبعا دي من حالاتنا. شايفين وسط الست اللي مرسومه بالاقلام اهو، القلم الاحمر اللي قلت لكم عليه من شويه اهو، قلم احمر واخضر واسود في الصوره. بعد العمليه شفطنا بس، ما عملناش اي جراحه من اي نوع. من الخرمين الصغيرين اللي لونهم ابيض اللي تحت اللي ملزوق عليهم بلاستر زي بلاستر المعمل الصغير ده، فردنا البطن، عملنا الجريك لاين اللي في النص، عملنا الوسط من هنا، عملنا الحوض. لو شفنا الست دي وهي واقفه هتلاقي عود البطل ملفوف زي ما الاغنيه المشهوره بتقول. يبقى احنا هنا بنتكلم عن نحت الخصر. يا سيدي الرجل، يا اخويا، يا ابني، بدل ما تبص بره على واحده عامله صناعي ولابسه لبس وكرسيهات وبتاع، لا، هات المدام بتاعتك نظبطها لك احلى من اللي انت بتبص عليهم. وطبيعي مش محتاج تبص على واحده ضحكه على الناس ولابسه لبس يخليها جميله وهي كله صناعي، بوش اب من قدام وبوش اب من ورا
ولابسه كرسي في النص، وفي الاخر انت مش عارف الحقيقه فين، وعينك تتلوح عليها وتمشي وراها وتروح تسيب البيت وتخربه علشان خاطر بصيت بره. لو سمحت ما تبصش بره. ها شايفين الكمانجه؟ احنا هنعملك وسطك ولا وسط كمانجه. كان في اغنيه زمان بتقول كده، مش عارف الناس الكبار يعرفوها. احنا هنعمل وسط الكمانجه اللي هو منحوت، ده وسط الكمانجه زائد الثديين. لو عملنا دول في سيده واحده بس، الثديين كبرناهم وظبطناهم، ولو كانوا ساقطين نرفعهم لفوق ونعمل الوسط ونعمل البطن ونشوف الارداف نعمل لها حقن ارداف. في الحاله دي احنا خدنا الترنك، خدنا الجذع، باقي ايه في الجسم؟ باقي الدراعين والرجلين. لو فيهم برضو عيوب او ديفوهات نقدر ننحتها بالفيزر والجي بلازما هنعملها سواء في نفس العمليه او في سكند سيشن. لكن لما بنعملها بيرجع بقى العود مظبوط، ترجع البطن مشفوطه لجوه، يرجع الثديين بحجمهم فوق الطبيعي لو انت عاوزه. في الاخر خالص بترجعي كانك ما اتجوزتيش، كانك لسه عروسه جديده. شايفين هنا برضو الفيديو معانا اهو، بنقيس الحته بتاعه المسافه بين الحلمه وبين الفتحه اللي احنا هنفتحها. ده القمع اللي انا بشرح لكم عليه اهو، باين قوي في الشرح اهو. شايفين القمع بيدخل الثدي ده من خرم صغير اهو 3، دي جايه الصوره من قدام، انا خليته ساعتها يصور من قدام، 3-4 سم بالكتير بندخل هذا الجل، لانه مع الضغط وهو بيتضغط بسهوله جدا يدخل من ثقب رفيع قد كده. يعني انا ممكن ادخل دي باستخدام القمع من ثقب كده بالقمع يخش من ثقب قد كده. ده بالنسبه لتكبير الثديين والقمع واضح قدام عينينا. نتكلم في النقطه الثانيه اللي بعدها اللي هي تكبير المؤخره. كل العالم النهارده بيتكلم عن ثديين ومؤخره، كيرف لقدام وكيرف لورا. كيرف من الامام للثديين، كيرف يعني حرف سي محترم، وورا حرف سي محترم. يبقى احنا هنا بنعمل انواع بحيث الست لما تقف تبقى واقفه جنب كده يبقى عندها كيرف لقدام حرف الاس. ركزوا كده في حرف الاس، حرف الاس لقدام، اللي هو الثديين لما تقف جنب، وبعدين ينزل الوسط، وبعدين اس لورا اللي هو الارداف. هو ده الجمال في هذا العصر اللي احنا فيه. عارضات الازياء، الفنانات، الراقصات، الممثلات السينما، ممثلات السينما الاجنبيه، ممثلات السينما المصريه، الحرف الاس ده يجننهم وبيجنن اجوازكم. خدوا بالكم عشان هم بيبصوا كتير على الافلام والحاجات المسلسلات والحاجات اللي زي كده، ويقول لك ليه ما تبقيش زي دي يا سيدي؟ اطبخ يا جاريه كلف يا سيدي. يعني هتبقى زي دي ازاي؟ ما هي دي راحت وعملت عمليه تكبير ثديين وعملت نحت وسط وعملت تكبير مؤخره باستخدام الدهون اللي طلعت من الوسط. ما تصرف يا سيدي. انت عايز فنانه على الجاهز؟ ما انت عندك في البيت فنانه ام العيال، ما هي تنفع تبقى فنانه زي دي بالظبط بس ليك. ليه تبص على الفنانه وانت عندك في البيت تعرف تعملها؟ اهي حقن الدهون. احنا بنتكلم دي الدهون اللي هي تم استخراجها من منطقه الوسط بالنحت، بتطلع في سرنجات زي كده ونحطها في كانيولات. طب قبل ما تطلع في السرنجات دي انا عملتها ايه؟ انا فلترتها. شايفين الدهون لونها صافي ازاي؟ لونها اصفر صافي علشان تم عمل فلتره عليها. بيقول لك دوس لايك هنا الشكل اللي فوق ده، بيقول دوس لايك، شكل جميل طبعا، نشكر المونتير على الشغل ده. هنا ده الدهون طلعت لونها بالشكل ده، دي اسمها خلايا جذعيه مستخرجه من الدهون. من الدهون بتاعت مين؟ بتاعتك انت، علشان ناخد بيها نحقن الارداف. طبعا الكميه دي ما تكفيش حقن الارداف، دي كميه صغيره، دي تكفي حقن الوش، حقن الظهر اليد، حقن العرقوب، حقن ظهر الرجلين، حقن حوالين الركبه. لكن بنطلع بكميات اكبر من كده، بنحقن الارداف ونحقن الهبس. الهبس ان هم جنبين الجيب، لما كانك بتحط ايدك في جيبك من بره كده عند خياطه البنطلون تحت الحزام مباشره، بتدي الرسم بتاع كيم كارديشيان، ياسمين صبري، عامل الحته الوسط اللي هو ايه زي ازازه الحاجه الساقعه. يبقى ده احنا بنقول في نفس العمليه نقدر نعمل
تكبير ثديين، نقدر نعمل رفع ثديين مع التكبير، نقدر نعمل حرف السي في الوسط، نقدر نعمل حرف السي البطن المعقوفه لجوه اللي هي سكافويد، يعني منخفضه لجوه البطن اللي عامله كده اهو. نقدر نعمل تكبير ارداف باستخدام الدهون المستخرجه منك، الخلايا الجذعيه، علشان نثبت الدهون ونخليها تعيش. بنحط عليها BRB، البلازما الغنيه بالصفائح الدمويه. لو عندنا الفيديو بتاع السيده اللي هي عندها ثديين ووسط وارداف في نفس الفيديو، يا ريت نجيبه لو نقدر. احنا بنتكلم هنا عن عمليه مجمعه، احنا بنطلعك واحده تانية، بتخشي سهير تطلعي صفيناز، بتخشي ايمان تطلعي ياسمين صبري. ليه؟ لان احنا بطب التجميل الجديد بنقدر نستخدم الامكانيات المتاحه. وده الفيديو الله انا قصدي عليه اهو، دي عامله تكبير ثديين، نحت الوسط والخصر، نحت الدهون من الامام حوالين السوله، شايفين التظبيط، الحوض نازل لتحت، المؤخره عاملين لها حقن دهون في المؤخره، شايفين الصورتين اللي في النص، البطن واضح ان فيها دهون، الحته اللي فوق السوله فيها دهون، الوسط مش مرسوم خالص، الثديين مش قادرين طبعا نطلعه علشان محاذير الفيسبوك واليوتيوب، بس هي لابسه برا، واضح ان هم ساقطين لتحت. لما حطينا السيليكون امبلانت اللي هو حشوه السيليكون دي، رفعها لفوق وكبره، وطبعا الجرح من تحت خفيف 3 سم ما بيبانش، والجروح الثانيه جروح للنحت اللي هي آلة رفع الآلة دي، بس طبعا متوصله بجهاز الفيزر ومتوصله بالجي بلازما. بنخش من خلال ثقب صغير حوالي نص سنتي او 3 مللي او 4 مللي حسب المكان اللي هندخل فيه. بقيه النحت يا سيدات، اللغد بيكبر من 5 ل 10 سنين، اللغد بيكبرك في السن من 5 ل 10 سنين، بيتنحت معانا بالجي بلازما والفيزر في 5 ل 10 دقائق. شفتوا الفرق؟ يعني من 5 ل 10 سنين بتضيعيهم من 5 ل 10 دقائق نحت بخرم صغير. انا بقى ارفع من دي قد رفع انبوبه القلم، لو انتوا عارفين القلم اللي هو لو كسرت القلم وطلعت الانبوبه الرفيعه دي ملي و2 من 10 او ملي ونص، بالكتير 2 ملي. بنخش من هنا فتحه صغيره بجهاز الفيزر، ندوب الدهون، نشفط الدهون، نخش بالجيب لازمه، نشد الجلد، وبعدين نلزق حاجه هنا زي البندانه كده، وخلصت المشكله في 5 ل 10 دقائق بالظبط. اللغد اللي مكبرك من 5 ل 10 سنين، والناس في الشغل تقول لك لو سمحت يا حاجه اعملي لي كذا او هاتي لي كذا او انا عايز اعدي او بتاع، كلمه يا حاجه دي طبعا بتضايق وباينه في اللغد بالذات للمحجبات، لان الحجاب بيظهر اللغد اكتر، يخلي اللغد ظاهر كده، فيديك انطباع ان انت كبيره، فالناس تقول لك يا حاجه وانت لسه عندك 35 سنه او 30 سنه، فكلمه يا حاجه بتضايق. في حاجه تانية في نحت وشفط الدهون، نحت وشفط الدهون بيخلينا ناخد الدهون دي نحقنها في منطقة تانية عشان ما نخسرش الدهون دي. الدهون فيلر طبيعي، خسارة. ممكن نعمل نحت الدهون في أكتر من منطقة في الجسم، الوش، كف الإيدين، العرقوب أو اللي هو التندو أكيليس اللي هي الوتر اللي موجود في ورا حوالين الركبتين. ممكن جدا جدا جمعية الخلايا الجذعية العالمية، وانا دايما مراكز ابحاث افروديت مشتركه معاهم، جمعيه الابحاث خلايا الجذعيه اسمها خلايا المنشا. بالمناسبه الخلايا الجذعيه ده اسم مصري، لكن هو اسمها خلايا المنشا اللي هي الستيم سيلز. دي قالت ان الدهون دي في بعض الاطباء بتحقنها في الركبتين عشان الخشونه، وفي بعض الاطباء بتحقنها في الجروح، دي شغلتنا، لكن الركبتين دي بتاعت الاستشاريين العظام هم اللي بيحقنوها. لكن انا بتكلم على الخلايا الجذعيه اللي بتطلع من الدهون، بتستخدم فيما بعد الحروق، بتستخدم فيما بعد جروح الوجه او جروح الجسم علشان احسن من شفائها، او بتستخدم في الركبتين، وفي بعضهم بيستخدمهم في اماكن تانية علشان نشوفها نرميها، لا نشوفها نستغلها نحقن بيها مؤخرا. ممكن نحقن بيها الثديين، ولو اني في الثديين بالذات بقول ان الابحاث الحديثه، ده مش كلامي، الابحاث الحديثه بتقول ان حشوات السيليكون
افضل شكلا ومضمونا للثدي الصغير او الثدي الساقط من حقن الدهون. حقن الدهون لظروف معينه في الثديين بنستخدمها في اضيق الحدود، بتجيب نتائج، لكن في بعض السيدات او البنات ما يناسبهمش حقن الدهون، يناسبهم حشوات السيليكون لو احنا محتاجين حجم كبير وحجم متماثل على الناحيتين، فبنحط حشوات سيليكون فوق. وممكن كمان نشد الثديين بحشوات السيليكون، مش كفاية ان احنا نكبر بس. النقطة الثانية، الخط اللي في النص اللي بين الثديين، خدوا بالكم انا هشرح الحتة دي عشان ما قلتهاش. الخط اللي في النص في سيدات الحتة اللي في النص دي بتبقى عريضة، الحتة اللي في النص هنا بتبقى عريضة، بتديها شكل انه الثديين بعاد عن بعض، وده شكل غير جمالي. في نفس العملية اللي احنا بنعمل بيها تكبير الثديين، بنقرب الثديين لبعض علشان يدوا الفولد اللي هنا ده، بيدي انطباع عند السيدة قبل عند جوزها بجمال الثديين وثقتها في نفسها. حتى لو هتلبس فساتين سهرة او لو هتلبس محجبة، الثقة موجودة جواها قبل ما تكون الناس تشوفها. الناس مش مهم تشوف، المهم ثقتك بنفسك، المهم جوزك يبقى عينه مليانة ما يبصش بره. فانت بتحاولي توصلي للنقطة بتاعت ملء عينه. مش عايز اقول الكلمة الأخيرة اللي هي دمها تقيل دي عشان ما حدش يزعل مني من الرجالة، انا برضو جزء من المرضى بتوعنا رجالة مش عايز ازعلهم. يبقى بنتكلم عن انه لو سمحت يا سيد الرجل ويا ابني ويا اخي ما تبصش بره، علشان احنا نقدر نعمل من مراتك كيم كارديشيان، ياسمين صبري، نقدر نعمل منها فنانة سينمائية. او شايفين السيليكون لما دخل على طول فرد في ساعتها. السيليكون ده في سؤال جالنا بيقول ده بيعمل اضرار. ايه اضراره؟ لا ما بيعملش اضرار، بالعكس ده بيعمل نوع من انواع تحسين للشكل، الملمس، للثقة بالنفس، للعلاقة الزوجية. اقول لكم سؤال ما تسألش، الملمس بيتأثر؟ لا. طب لو خلفت الست ورضعت بعد كده؟ لا ما يتأثرش، لان ثديها الطبيعي زي ما هو، احنا ما جيناش جنبه، احنا دخلنا تحت منه. لكن الثدي وانسجة الثدي ومنطقة الحلمة ومنطقة اللمس اللي حوالين الحلمة ومنطقة الاحساس لا تتأثر مطلقا، ملهاش اي علاقة بالموضوع. علشان كده انا بأكد ده بيحسن الشكل والملمس والعلاقة الزوجية، واهم من كل دول بيحسن ثقة البنت في نفسها فوق سن 18 سنة. احنا بنعمل هذه العملية، وانا عامل هذه العملية لبنات كتير جدا 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 قبل الزواج، علشان بتبقى رافضة الزواج او خايفة من مواجهة العريس علشان حجم الثديين صغير، وبيخليها فترة تحجم عن قبول اي خطوبة، ويكون السبب في الاخر ان الثديين واقعين او فاضيين. واحيانا في بعضهم عندهم عيب خلقي، ان في واحد اصغر من واحد، برضو نقدر نظبط دي باستخدام حشوات السيليكون. السيليكون ما بيسببش اي اضرار، بس بشرط ايد ماهرة، طبيب متخصص. مش لازم تقولي لا، انا بتكلم بشكل عام. ايد ماهرة، طبيب متخصص، تجميل، استشاري تجميل، ويكون عنده لايسنس بكده او شهادات بكده، علشان في بعض الاماكن والمراكز والاطباء مش اطباء تجميل اصلا بيدخلوا في المهنه، وده بيسيء لنتائج اللي بتطلع من المهنه. لكن احنا بنؤكد اهو ان لازم تروح لمكان تجميل، دكتور تجميل، اعرفي مين اللي هيعمل لك العمليه، ما تقابليش اسم مبهم وانت مش عارفه مين ده، جراح تجميل ولا لا، او ده مسجل في وزاره الصحه ونقابه الاطباء كاستشاري تجميل. لازم تعرفي ده كويس قبل العمليه. اهو شايفين الفرق قبل وبعد واضح جدا. الدراماتيك ريسبونس دي فيرجن، دي انسه قبل العمليه، عملت العمليه علشان كانت داخله على الجواز، فشايفين الفرق شاسع سينمائي. يعني اؤكد لكم ان هذه الصوره مش معمول فيها اي نوع من انواع التحسين. كل اللي عملناه التغطيه على النبل والمناطق دي، اللي هو الايموجي ده، علشان بس الفيسبوك واليوتيوب يقبل ان احنا الصوره تبقى موجوده عليه. لكن ما فيش فيها اي نوع من، لو حد يقدر يطلع لي تعديل في الصوره دي اديله 15، اعمل له عمليه ببلاش.
مفيش اي تعديل في الصوره دي غير الايموجيز اللي احنا حاطينهم. دي صوره حقيقيه قبل وبعد، وكل الصور اللي عندنا في الصفحات حقيقيه، وكل الفيديوهات اللي عندنا ده شغلنا. ما بنجيبش صور من اي حته تاني ولا فيديوهات من اي حته تاني، عشان احنا الحمد لله شغلنا مكفي ان احنا نحط وزياده، وعندنا كمان استوكات لسه ما اتعملتش، بس المونتير ما يقدرش يعمل كل حاجه كل يوم علشان عنده شغل كتير. احنا بنتكلم على دراماتيك ريسبونس، تحول سينمائي. البنت تدخل 40 دقيقة أو الست تدخل 40 دقيقة تطلع نجمة سينمائية، وتثق في نفسها وتثق في إنها تتجوز بأمان، أو لو هي متجوزة قدام جوزها ثقتها بالنفس تعلى، ولو بص بره تجيبهولي نعمل له عملية علشان نحسنه هو كمان، عشان ما يبصش بره. وأقول لما حد بيجي لي يقول أنا هعمل عملية يا راجل عشان أتجوز واحدة تانية، أقول له لا مش هعمل لك العملية. ليه؟ علشان انا بقول ان دايما انت عندك في البيت جوهرة بس محتاجة تنفض التراب اللي عليها علشان تطلع الجواهر اللي فيها. حشوتين سيليكون مع نحتتين للوسط مع حقن في الارداف، خلصنا المشكلة وحولناكي من ايناس لكيم كارديشيان، من ايمان لياسمين صبري. انا طبعا بقول اسماء وخلاص لحسن حد فاكر انا بتكلم على حد معين، لا بقول اسماء وخلاص. انا قصدي حولناكي من سيده عاديه، سيده منزل، ربة منزل عاديه مهمله في نفسها طول النهار في المطبخ مع العيال وبتذاكر للعيال، وتيجي من المدرسه تروح السوق تجيب طبيخ مش عارف ايه، تبص تلاقي فجاه الراجل بيبص بره. بيبص بره ليه؟ ما عشان اللي جوه شكلها خلاص اتبهدل. يا سيدي ما احنا نقدر نرجع كل حاجه زي ما كانت، نقدر نرجع الشباب شباب، ونقدر نرجع الاماكن اللي انت بتخليك تبص بره. لا ما تبصش بره، هتبص جوه، وهنجيب لك نضاره نظر عشان ما تبصش غير جوه، علشان تركز ان ام العيال ما تتقلش بمال. خدوا بالكم من اللي بقوله، علشان اللي انت شايفه بره معظمه صناعي، انا اللي عامله انا والفريق بتاعي، مش انا اشرف، انا طب التجميل يعني. فانت تقدر تخلي اللي جوه زي اللي بره لو شرفتنا او رحت لاي استشاري تجميل، مفيش مشكله مش هنتضايق. احنا بنتكلم بشكل عام للناس كلها. خد بالك لو سمحت يا سيد الرجل ما تبصش بره. انا عايز اخلص كلامي بس مش قادر اسيبكم، علشان الكلام بيجيب كلام وبيجيب مشاكل اجتماعيه انا بحاول احلها وانا قاعد مع المريضه. المشاكل الاجتماعيه سببها ان الراجل شايف ان الست اهملت في نفسها لغايه ما بقت شوال، بقت ما عندهاش معالم الانوثه. يقول لك انا قاعد ان انا ماشي جنب اخويا. لا، لو جبتها لنا بس انت بخ يا جاريه كلف يا سيدي، هاتها لها ان شاء الله تكون هديه عيد ميلادها، هديه عيد جوازكم، هديه عيد الام يا سيدي، هديه من غير مناسبه نجيبها لك، نخليها تعمل زي الصوره اللي في الفيديو اللي عماله تلف دي، ثديين ووسط وتكبير ارداف، نخلص المشكله خالص وترجع لك كيم كارديشيان ياسمين صبري. ونشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، وابعتوا لنا على الصفحه ايه اسماء الموضوعات اللي عايزين نتكلم فيها ونحكيها لكم ونشرحها لكم. وكل مره هتلاقوا معايا حاجات جديده، كل مره هتلاقوا معايا مراكز ابحاث افروديت كتر خيرهم مشكورين، بيجيبوا لنا احدث الابحاث اللي موجوده في جامعات هارفارد وجامعات اوهايو وجامعات انجلترا. في رويال كوليدج بتنزل كل يوم جديد، وده بيجي لنا على مراكز ابحاث افروديت احنا مرتبطين بيهم ومرتبطين باوهايو علشان لينا شغل هناك كنا يعني مرتبطين بيه. كل الابحاث دي بتجي لنا يوم بيوم، يعني لما يطلع عندهم بحث جديد يجي لنا في نفس اليوم، يطلع عندهم جهاز جديد يجي لنا في نفس اليوم، واحيانا تطلع تقنيه جديده لجهاز قديم. يعني ممكن يكون جهاز عندنا في العياده وطلعت عليه تقنيه جديده، بتجي لنا التقنيه الجديده، وعشان كده احنا بنستخدم دائما تقنيات احدث حاجه في العالم واحدث اجهزه في العالم مع الخبره اللي ربنا سمح لنا ان احنا ناخدها. نشكر ربنا كتير على كل اللي اداهولنا، ونشوفكم ان شاء الله على خير في لقاء جديد. ما تنسوش تخشوا على الانستجرام على اليوتيوب، تعملوا لايكات طبعا نتشرف بيكم، وتعملوا تعليقاتكم على الفيسبوك، وتسالونا انتوا عاوزين ايه في اللايف اللي جاي باذن الله. ما تبصش